الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. النهاردة الجمال اللي انتوا شايفينه ده، الحلاوة دي، الطعامة طعم جميل جدا جدا. وكمان الرز بتاعها مفلفل، والكرنبة مفلفلة وجميلة جدا. واللمعة اللي موجودة في الكرنب ده جميلة جدا جدا، بأبسط طريقة وبأسرع طريقة. بس كملي معايا الفيديو للنهاية. في البداية هنجيب الكرنبة بتاعتنا كده، الكرنبة دي حجمها وسط. هنقطع طبعا الورق الاخضر اللي بيبقى موجود من فوق، وبعد كده هنقطع الكرنبة كلها من جوه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا احنا بندخل السكينة في بعد الجدر بتاعها ب3-4 سنتي كده، ونقطع داير زي ما انتوا شايفين كده. فبتطلع الكرنباية الورق بتاعها سليم ومش متقطع وزي الفل. طبعا الطريقة دي حلوة جدا جدا لعمل الكرنب، واكيد كلنا شاطرين وعارفين الطريقة دي. هنقطعها كلها بالكمية اللي هتشوفوها دي كده. الكمية بتاعت الكرنب كلها ما فيهاش اي مشكلة، مفيش ولا ورقة فيها اتقطعت. الاغرب بقى في الطريقة ان انا هقطعها هي ونية كده. قبل ما اسلقها هبتدي ان انا اقص الورقة بتاعت الكرنب كده بالشكل ده بالمقص، حوالين الحتة اللي هي بتبقى العصبة اللي موجودة في الكرنبة. هنقطعها بالشكل ده. وبعد كده كل واحد حسب ما بيحب حجم الكرنبة. في بعض الناس بتحبها صغيرة، في ناس بتحبها وسط، في ناس بتحبها كبيرة. فطبعا دي الطريقة بتاعتي، بعتمدها طول عمري، عمري ما غيرت الطريقة بتاعتي، مش بغيرها ابدا 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 في تقطيع الكرنب ولا سلقه. بعد كده بنجيب معانا الحلة وبنحط فيها كمية من المية، وبعد كده بحط معلقة من الملح، معلقتين من الزيت، ونص معلقة او معلقة صغيرة من الكمون. وادي الكمية بتاعتنا كلها قطعتها بالشكل البسيط الجميل ده، متاخدش معاكي اي وقت. بمجرد المية ما بتغلي معانا بنحط الكرنب، بس ما نكترش كمية الكرنب اللي احنا هنسلقها علشان ما يتهريش مننا، وكمان ما يبقاش كل ورقة والتانية متقطعة من بعض. كده انا بقلبها، ما بتاخدش معايا على النار اكتر من 5 دقايق من الناحيتين. واهم حاجة في التسوية ما نزودش عليها التسوية، لان انت هتحطي الكرنب على بعض، فالبخار بتاع الكرنب ده هيخليه كمان يستوي اكتر. فكده ما تاخدش معاكي اكتر من 5 دقايق في السلق من الناحيتين، وبالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اهم حاجة نفهم، لان في بعض الناس بتقول الكرنبة بتاعتي اتبهدلت مني وكمان الجلد بتاعها كله اتهرى. فطبعا اكيد بتديله تسوية كتيرة على النار، وكمان لما بنيجي نحط الكرنب على بعض البخار بتاعه بيزيد، فطبعا بيستوي اكتر. فهي دي اهم خطوة في خطوة السليق بتاع الكرنب. كده احنا هنطلع الكمية بتاعتنا. وطبعا اهم حاجة طبعا لازم تكون المية بتاعتنا سخنة. انا بطلعها على المصفى. اهم حاجة ما تبقاش المية موجودة فيها، لازم تبقى في مصفى علشان ما يتهريش مننا برضو. الخطوات دي مهمة جدا. هنجيب 5 حبات من البصل حجمهم متوسط، هنقطعهم مكعبات زي ما حضراتكم شايفين. الخطوة دي ان انا بجيب كوباية الا ربع من الزيت. لازم يكون الزيت هنا كتير شوية، لان انا لسه هسوي الدمعة بتاعة الكرنب. وكمان لما انزل الكرنب ما يبقاش معانا مهري او مش حلو. بعد كده بجيب معلقة من الثوم المهروس زي ما حضراتكم شايفين، ودي تركة جميلة جدا في الكرنب، بتديله طعم ونكهة حلوة جدا جدا. بعد كده معايا 3 حبات من الفلفل الاخضر، انا قطعتهم مكعبات زي ما حضراتكم شايفين ونزلت بيهم. بعد كده معايا معلقة ونص من الملح، معلقة من الكزبرة الناشفة، معلقة من الفلفل، نص معلقة كمون، نص معلقة من البابريكا. طبعا البابريكا هنا علشان تحسن معانا اللون. بعد كده هننزل بيهم على البصل والثوم والفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر مهم جدا في محشي الكرنب، بينقل الكرنب لمكان تاني. طبعا الطماطم بتاعتنا النهاردة كيلو من الطماطم، بس انا بشراها بالمبشرة مش في الخلاط ولا في الكبة. انا حابة ان الطماطم تظهر معانا وطعمها يبقى جميل. لو حابين انتوا تقطعوها مكعبات هتبقى اجمل واجمل. بعد كده معانا الحزمة الاولى من الكزبرة والشبت، انا قطعتهم. وبعد ما حطيت الطماطم مباشرة قبل ما تتسبك بقى احط حزمة واحدة بس من الشبت وحزمة واحدة بس من البقدونس، يتسبكوا معاها، بتدي طعم جميل جدا جدا جدا. زي ما حضراتكم شايفين
كده الطماطم بتاعتنا اللي هي التسبيكة اتسبكت زي ما انتوا شايفين. الزيت اللي فوق ده دليل التسبيك ان هو خلاص كده استوت، والتسبيكة بتاعتنا جاهزة 100%. معايا كيلو ونص من الرز، انا غسلتهم وبعد كده صفيتهم من المية. اهم حاجة علشان الرز ما يبيضش مننا، ما نخليش في الرز بتاعنا اي مية، لازم المية تتصفى كويس جدا جدا. والخطوات دي مهمة لأي نوع من أنواع المحاشي مش بس الكرنب. بعد كده معايا حزمتين من الشبت والكزبرة، قطعتهم زي ما حضراتكم شايفين قطع صغيرة، ونزلت بيهم في النهاية خالص خالص بعد ما اتسبكت. وحطيت الرز كمان 5 دقايق بس على النار، وأقل من 5 دقايق، يا دوب بس اديت له تقلبتين كده ونزلته. بعد كده نزلته من على النار، وجبت معايا صينية كبيرة شوية وحطيت فيها الرز. وبعد كده انا بحاول اهويه لان انا هشتغل فيه لفه على طول. بمجرد ما يبرد انا هعمل الحله، نفس الحله اللي انا اشتغلت فيها في التسبيكه بتاعه الكرنب، هعمل فيها سلق. هحط فيها الكرنب. هنجيب العروق البيضة اللي كانت موجودة فيها، اللي هي الورق الأخضر ده، وهحطه من تحت. طبعا أنا اديت له سلقة بسيطة جدا. في آخر حاجة بعد ما خلصت السليق بتاع الأبيض، حطيت اللي هو الأخضر ده، هفرشه في أرضية الحلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والسبب ان ما تشيطش مننا الكرنب، يعني كده لو مثلا النار زادت مننا او نسيناه، طبعا هو كده مش هيشيط ابدا. بعد كده معايا العروق بتاعة الشبت والكزبرة، طبعا غسلتها كويس جدا، وهحطها برضو في الأرضية بتاعة الكرنب، هتدي ريحة جميلة جدا جدا. الطريقة دي طريقة من زمان وانا بستعملها، حلوة جدا جدا، مش هتندمي ابدا عليها. بعد كده طبعا كل واحد حسب تقطيعة الكرنبة بتاعته. انا قطعتها اللي هي صغيرة في البداية، وبعد كده هتكبر واحدة واحدة. بعد كده انا بلفها، بحط نص معلقة بالظبط من الرز على الورقة اللي حضراتكم شفتوها دي، وما كترش الرز عشان ما يعجنش مننا، وكمان يستوي كويس ويبقى مفلفل. كده انا حطيت الكمية بتاعتي، برصها داير جوه الحلة. انا حاطة طبعا كل ده جنبي، فبقت لافة من هنا الورقة والرز، وبعمل بيه على طول، بحط في الحلة جنبي. فزي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله الكمية بتاعتنا عبت الحلة دي اوسط مقاس في الطقم. بعد كده دي شوية الرز اللي فضلوا، ودي البواقي بتاعت الكرنبة. كده اللهم بارك، جميلة جدا جدا يعني، بالميزان، حلوة جدا. طبعا النهاردة دي الشوربة بتاعتنا شوربة لحمة، ومعاها الماسورة اللي طبعا لازم مهمة جدا في محشي الكرنب. بجيب معلقة واحدة بس من الصلصة على الكمية اللي حضراتكم شايفينها، تقريبا نص لتر. ولو بالكبشة يبقى دي 6 كبشات بالظبط هتديهم معايا، لاني انا عايزة التسوية بتاعتها تطلع مظبوطة 100%. هنجيب طبعا الشوربة بتاعتنا، واكيد الشوربة بتاعتنا سخنة ودسمة جدا. وانا في العادي بحط بعد ما بحط الشوربة بحط حبة كده من الزيت علشان الكرنب بيفلفل. بس النهاردة الشوربة بتاعتنا تقيلة جدا جدا، فمش هحب ان انا احط فيها زيت اكتر من كده. طبعا لازم ندي للكرنبة تقليبة. والكرنبة المية بتاعتنا او الشوربة او اي مادة هتحطيها سائلة لازم ما تعديش السطح لفوق، يا دوب نص عقلة من الصباع. بعد كده طبعا انا بجيب الطبق بتاعي، طبق الصيني، وبحطه عليها من فوق على الحلة، وبعد كده كمان بغطيها. الهدف بتدي ريحة وطعم، وبتخليش الكرنب يجري من الحلة يطلع لفوق، لا بيضغط عليه فبينزل لتحت، بيبقى جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين. اللهم بارك، التسوية بتاعته جميلة جدا. في البداية بنكون معلين عليه النار، وبعد كده بمجرد ما بيشرب المية اللي بتبقى من فوق او الشوربة بوطي عليه جدا. انا طبعا حمرت اللحمة بتاعتي، فدي السمنة البلدي اللي انا حمرت بيها، بحط منها كده 5 6 معالق على الكرنب من فوق، بيدي طعم جميل جميل جدا. التحمير بتاع اللحمة، او لو فراخ لو بط اي نوع هيبقى حلو جدا. كده السمنة انا برشها زي ما حضراتكم شايفينها، طبعا السمنة سخنة والكرنب سخن، بيبقى الطعم جميل في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين الكرنب شكله بيدل على طعمته، غير الريحة بتاعته حلوة جدا جدا جدا.
وطبعا حبايبنا اللي دقوا الكرنب بتاعي اكيد طبعا عارفينه. دي الماسوره طبعا يستحيل هتترمي، هنحطها طبعا ونحط معاها حبايه كده حلوين من الشوربه الدسمه دي، فهتتاكل طبعا مع اللحمه ومع الكرنب. دي من العادات اللي انا طول عمري بفضلها في اكلة الكرنب، يعني بنعشق الاكلة دي بسبب برضو الماسورة دي جميلة جدا جدا. بعد كده ادي الحلة بتاعتنا جميلة اللهم بارك، وشكلها مشاهي جدا. الكرنبة طالعة كل كرنباية لوحدها مفلفلة لدرجة ما تتخيليش اللمعة دي بسبب الدسم اللي موجود في الماسورة دي. مفلفل، والرز كمان من جوه مفلفل، والطعم والريحة جميلة جدا. الطريقة دي طريقة قديمة جدا، طبعا طريقة أمي وطريقة جدتي عليها رحمة الله، فطبعا بتبقى من الطرق الجيدة جدا. أتمنى إن كلكم تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات مين اللي بيسلق الكرنب بالطريقة اللي أنا سلقتها. أعتقد مفيش حد بيسلق الكرنب بالطريقة دي، كلنا بنحطه نسلقه الأول وبعدين بنقصه. زي ما انتوا شايفين الكرومبة جميلة، وكمان مفيش رزاية طالعة منها. زي ما انتوا شايفين الفلفلة بتاعة الرز المحشي من جوه، والكرومبة نفسها جميلة جدا جدا بالأمانة، جربوها ومش هتندموا. طبعا لو حابين تخلوها سبايسي ممكن تحطوا شطة في أثناء البداية خالص، في البداية مع التسبيكة. طبعا أنا كده أكلت واحدة بس بالشوكة، بعد كده أنا باكلها بإيدي على طول لأن لازم أحس بطعمها في ايديا كده وفي بقي. ما باكلهاش بالشوكة بما يرضي الله، انا بحب اكلها كده كل صباع بايدي، بيبقى جميل جدا، بحس ان بيبقى له طعم تاني اكتر من الشوكة. اشوفكم على خير، واتمنى تعملوا لي لايك وشير واشتراك للقناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل